لو دايما شايفين ان الدنيا بايظة، الدنيا كلها وحشة والناس كلها معندانة، دايما الفرص قليلة ومقتنعين دايما ان المشكلة في الدنيا، تعالوا اقول لكم المشكلة الحقيقية فين. المشكلة الحقيقية هي في النضارة السوداء اللي احنا لابسينها. مجرد ما نلبس نضارة سوداء بنقدر نشوف كل حاجة اغمق، حتى لو الشمس طالعة والنور في كل حتة والالوان مالية الدنيا بنشوفها دايما اغمق، مش بصورتها الحقيقية. انا وانتوا وكلنا لازم فتره من حياتنا نلبس النضاره السوداء دي. لو حصل اي موقف صغير بكبر الموقف، لو حد اتاخر عليا شويه بقول اكيد ده متعمد، ولو في اي حاجه ما حصلتش زي ما انا كنت مرتب لها بقول اكيد مفيش فايده. ده انا حتى لما اتصور صوره حلوه واكون مبسوطه بيها وانزلها ويحصل لي اي حاجه وحشه بعدها بقول اكيد محسوده، اكيد في حد باصص لي في حياتي. ده في ناس ساعات لما بيحصل لها حاجه حلوه في حياتها وربنا بيوفقها وبيقف جنبها بيقولوا خير، الدنيا اكيد مش تمشي سهله كده، فيا ترى ايه اللي جاي، ايه اللي الدنيا مخبيهولي. ده حتى لما بنضحك شويه ونكون بجد مبسوطين بنقول يلا ربنا يسترها بقى خير ان شاء الله، ما يحصلش اي مشكله تانية. متخيلين الدراسه السوداء اللي بنلبسها بتعمل ايه في حياتنا؟ بقينا دايما مقتنعين ان الحياه ضدنا، ان الكون كله عامل مؤامره عشان احنا ما نتبسطش وعشان الدنيا كلها تكون ضدنا. خليني اقول لكم على حاجه، الموقف اللي انتوا شايفينه كارثه وانه فعلا مش هيعدي وان فعلا الدنيا صعبه قوي بالنسبه لنا، في ناس كتير تانية تقدر تشوفه ميزه، وفي ناس كتير قوي تقدر تستغله لصالحها مش لضدها. نفس الظروف ونفس المشكله ونفس كل حاجه، بس نظارتهم مختلفه. النضاره السوداء ابدا 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 مش معناه ان انت شخص سلبي، ومش معناها ان انت وحش، بس يمكن معناه ان انت اتخذلت من حد كان قريب منك وما كنتش متوقع ابدا ان هو يعمل فيك كده. ممكن تكون اتجرحت، ممكن تكون طول الوقت مش بتتوفق او بتسعى غلط، يمكن اتعودت تشوف النص الوحش من الحكاية عشان لو حصل مشكلة توقعاتك ما تغزلكش، تبقى دايما متوقع الوحش عشان ما تزعلش للآخر. عشان تتجنبوا الموضوع ده، أول لما يحصل لكم أي موقف وحش اسألوا نفسكم سؤال واحد بس: هو أنا فعلا شايف المشكلة أو شايف الموقف ده بعينيا أنا، ولا شايفه من ورا النضارة بتاعتي السوداء؟ شايفه حقيقي على صورته وعلى طبيعته وعلى زي ما هو كده، ويمكن ابقى احاول اشوف ترتيب ربنا اللي بجد ورا الحكايه، ولا انا بس قادر ابص من ورا النضاره بتاعتي؟ ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قايل انا عند حسن ظن عبدي بيه. ومش ربنا بس، ده علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كل ما تتوقعه آت فتوقع ما تتمناه. لو انت متوقع خير هتلاقي خير، لو انت متوقع اللي ورا النضاره السوداء دايما هتلاقي الدنيا وحشه وسيئه والناس كلها مستقصداك. ولو حاجه حصلت لك وانت ماشي في الشارع تحس ان الدنيا مترتبه عشان الموقف ده يحصل لك انت بالتحديد وما يحصلش لاي حد تاني ماشي حواليك. وربنا برضو اللي قايل ان مع العسر يسرا، ما قالش بعد، يعني قال مع العسر، مع المشكله، مع الدنيا الوحشه، مع الحاجات السيئه اللي بتحصل لنا معها يسر. يعني الحاجه اللي حصلت لك او حصلت لك دلوقتي هي كده متيسره، هي كده متخففه كتير قوي عن اللي ممكن تكون كانت فيه. يعني كل المشكله اللي انتوا شايفينها ان هي دي اخر مشكله في الدنيا، دي ربنا كده مخففها عليكم ومعاها يسر، هي مش المشكله كامله، في حاجات كتير قوي انتوا يمكن لسه مش شايفينها في المشكله. واكيد زي ما حصل مشكله ربنا شايف العوض، ربنا هيعوضكم يا جماعه، اكيد هتتعوضوا، اكيد عن الظلم والخذلان والوجع والحاجات الوحشه بجد اللي انتوا شفتوها في حياتكم، اكيد ربنا هيعوضكم. مفيش حد بيسعى في الدنيا كلها وربنا ما بيجازيهوش خير، ربنا ما بيديلوش الحاجه اللي هو الاحسن ليه، مش الحاجه اللي هو عايزها، لان مش دايما احنا بندعي بالحاجه اللي احنا عايزينها. كم مره دعينا في حياتنا وكم مره تمنينا وعيطنا وقطعنا نفسنا من العياط علشان حاجه، وبعد لما عدى عليها وقت وربنا ما ادالناش الحاجه دي ورجعنا بصينا لها تاني قلنا الحمد لله يا رب ان انت ما عملتليش الحاجه دي، الحمد لله يا رب ان انت ما سمعتش كلامي، الحمد لله يا رب ان انت ما استجبتليش، الحاجه دي لو كانت جات لي كانت بجد هتبقى اسوأ حاجه في حياتي. كم مره، كم مره دعيته بحاجه وحمدتوا ربنا بعد كده ان هي ما جاتش. ربنا شايف اللي انتوا مش شايفينه، ربنا سمع اللي انتوا ما سمعتوهوش، ربنا بعد عنكم الشخص اللي انتوا كنتوا شايفين الشخص ده قد ايه جميل وقد ايه حلو وقد ايه بفيونكات، وربنا بعده عنكم عشان هو شاف وسمع اللي انتوا ما قدرتوش لا تشوفوه ولا تسمعوه. افهموا ان مش كل حاجه ضدك، ومش كل الكون عامل مؤامره عشانكم، مش كل الناس وحشه، ومش كل موقف هو النهايه. الحياه نفسها اللي انتوا كارهينها دي مش محتاجه تتغير، يمكن بس الحياه انتوا محتاجين تشوفوها من حته تانية. يمكن الحياه مش قاسيه زي ما انتوا شايفين، يمكن الحياه لسه فيها حاجات حلوه، يمكن الحياه والدنيا كلها مش وحشه زي ما انتوا شايفين من ورا النضاره. انتوا بس محتاجين تقلعوا النضاره السوداء وتشوفوا النص الحلو من الدنيا. وكل سنه وانتوا طيبين.